مجموعه من الاوتومبيلات موجوده في الخليج ومش موجوده في مصر. ليه؟ عشان الاوتومبيلات دي لو موجوده في مصر هتوقف حال عربات كتير، بدايه بمرسيدس وبي ام اللي هم اساسا مش رقم واحد في الخليج. ثانيا عشان احنا هنا في مصر ما بنعتمدش غير العربيات الهزيانه ال 1600 او ال 1400 تربو، انما العربيات دي معظمها معدي ال 2000 سي سي مرتاح. العربيات دي يا باشا بقى زي ايه؟ عندك التويوتا الكامري ودي بتنزل بمكانتين. الاولى 2000 سي سي 4 سلندر بتطلع 204 حصان، والمكنه الثانيه 3000 سي سي 6 سلندر بتطلع 297 حصان. عندك التويوتا الكراون ودي برضو بتنزل بمكانتين. المكنه الاولى 2500 4 سلندر هايبرد، الهايبرد دي اللي هي الكهرباء والبنزين، ودي بتطلع 218 حصان. والمكنه الثانيه 2500 4 سلندر هايبرد برضو بس نزود عليها تربو، ودي بتطلع 344 حصان. تالت حاجه الهونداي الازيره ودي بتنزل بمكنه 3500 سي سي 6 سلندر ودي بتطلع 300 حصان. رابع حاجه الكيا ستينجر ودي بتنزل بمكانتين. المكنه الاولى 2000 سي سي 4 سلندر تربو ودي بتطلع 255 حصان. المكنه الثانيه 3300 سي سي 6 سلندر تربو ودي بتطلع 370 حصان. وديني يا باشا. والكيا ستينجر دي من انتاج واخراج بي ام دبليو، هم بس حاطين عليها علامه كيا كمنظر مش اكتر. بعد كده الكيا الكي 8 او الكيا الكي 8 ودي بتنزل بموتور 3500 سي سي 6 سلندر ودي بتطلع 300 حصان. وعندك بقى الهوندا الاكورد ودي تعتبر العربيه الهزيانه اللي فيهم، ودي بتنزل بموتور 1500 في تك تربو بيطلع 194 حصان. نفكنا بقى من العربيات السيدان وننزل للعربيات النص نقل اللي لما تتدلع حرفيا الاسفلت تحتها بيولع. عندك الشيفروليه سيلفرادو ودي بتنزل بثلاث مواتير. الموتور الاول 2700 تربو وده بيطلع 310 حصان. الموتور الثاني 5300 سي سي 8 سلندر وده بيطلع 355 حصان. والموتور الثالث 6200 سي سي 8 سلندر وده بيطلع 420 حصان. وديني يا باشا وديني. وعندك الفورد الرابتر، والفورد الرابتر دي بتنزل بموتور 3500 سي سي 6 سلندر بيطلع 450 حصان. يعني تحط على اضخم عربيه رياضيه في مصر مرتاح.